فيلمنا بيبدأ مع ملازم وولف قائد فرقة من أقوى فرق البحرية، وبيكون مكلف بمهمة إنقاذ العالم بلمر مخترع نظام اسمه الشبح، واللي بيقدر إنه يمنع أي دولة من إطلاق الصواريخ الموجودة، وإنه هو بيعطل السيستم بتاعها. ولأنه بيكون مستهدف من جميع العصابات المعروفة، ففي عصابة نجحت من خطف بلمر من 3 أيام علشان ياخدوا برنامج الشبح منه، وبيكون مطلوب من وولف إنه هو ينقذه من على اليخت في أسرع وقت. وبيدوا وولف التعليمات لفرقته بالتحرك لإنقاذ العالم بلمر بدون ما يتعرض لأي إصابات، وبيبدأوا إن هم يهجموا على اليخت، وبيضرب وولف قنبلة كهربائية على اليخت تفصله عن العمل، وبعدها بيفجر الطيارة الموجودة فوق اليخت، وبيقدر إنه يتخلص من كل العصابة، وبينجحوا من إنقاذ بلمر من العصابة. وبعد ما بيرجعوا على الشط بتكون في طيارة تبع البحرية مستنياهم علشان تنقلهم من مكانهم، فبيطلب بلمر من وولف إن هو يسمح له إنه يتصل بمراته جوليا علشان يطمنها عليه، لأن أكيد هي فاكراه مات. وبيفتح الشنطة اللي كانت معاه على اليخت عن طريق كلمة سر صوتية، وبيقول أسماء أولاده ال5، وبيكون فيها صورة لأولاده وموبايله وبس. وبيروح وولف علشان يجهز الطيارة، لكنه بيلاقي الطيار مقتول، وقبل ما يرجع على بلمر بياخد طلقة في كتفه وبيغمى عليه. وبعد شهرين بيخرج وولف من المستشفى بعد ما بيتم شفائه، قادر ان هو يرجع شغله تاني، وبيبلغه زميله القائد بيل ان بلمر كان افضل خبير امن موجود عندهم، وبعد اغتياله مستحيل ان هم يقدروا يعوضوه، واملهم الوحيد ان هم يلاقوا البرنامج بتاعه قبل ما العصابات تلاقيه. عشان كده هو مجبر انه يبعته في مهمة مختلفة عن طبيعة مهماته. وبقول له ان جولي زوجة بلمر تم اخبارها ان بلمر عنده صندوق امانات في سويسرا، ومفيش امل انه يتفتح الا عن طريق زوجة بلمر نفسها. وده غير ان هم شاكين ان الشبح ممكن يكون في بيته ومحدش عارف بوجوده. علشان كده مطلوب من وولف ان هو يحمي اولاد بلمر لحد ما جولي ترجع من السفر، علشان لو تم الهجوم عليهم لوحدهم مش هيعرفوا يتصرفوا. وبيجهز وولف هدومه وشنطته وبيتحرك على بيت بلمر ومراته، وبيخبط على الباب والبنت الصغيرة بتفتح له الباب، واول ما بتشوفه بتصرخ لانها خافت من شكله، وبتقفل الباب تاني في وشه. وبعدها بيقابل جولي وبيتعرفوا على اولادها ال5، لولو وزوي وسيف وبيتر والمربية هيلجا، واللي بيكون معاها الطفل تايلر اللي مسؤول عن الاهتمام بيه. وبيتكلم مع جولي وبيعرف منها ان الاطفال مش مفتقدين والدهم قوي، لانه كان دايما مسافر ومش معاهم في البيت. ده غير انها حست ان في حد كان بيحاول ان هو يقتحم البيت من اسبوع، ومن ساعتها زاد قلقها على الاطفال. واثناء كلامهم سوا بتظهر بطه وبتعض من ودانه، فبتعتذر له جولي وبتقول له ان البطه دي فاكره نفسها كلب حراسه وهي بتتعامل على الاساس ده. وبيبدا وولف في تامين البيت، وبيوزع حساسات للحركه وكاميرات مراقبه واجهزه انذار على الشبابيك، وبتودع الأطفال والدتهم علشان تسافر سويسرا عشان تستلم صندوق الأمانات وترجع لهم فورا. وبتسيبهم وبتمشي، وبتكون هيلجا شايلة تايلر وبتسأل وولف لو معاه رخصة للقتل، فبقول لها لا، فبتقول لهم الرخصة كانت هتفيدهم جدا ضد الأطفال. وبيرجعوا تاني للبيت وبيلاقوا وولف إن البيت ما يعرفش معنى للنظام، وكل واحد فيهم بيعمل اللي يريحه، وكمية دوشة من الأطفال، لحد ما وولف بيحس في حركة في الجنينة، وبيشوف ظل واحد من الشباك إنه في حد بيحاول يدخل البيت، فبيجري عليه وبيمسكه علشان يضربه. فبيلاقي سكوت حبيب زوي، وكان بيحاول انه يطلع لها اوضتها عن طريق سور الجنينه، فبيمسكوا وولف وبيطردوا بره البيت. وبقول زوي ان هيبقى في نظام في البيت بعد كده، وبتحاول زوي انها تضربه برجلها، لكنه بيمسكها وبيوديها اوضتها، وبقول لها ان مفيش خروج من الاوضه لحد بكره. ويلاقي هيلجا بتغني اغنيه قبل النوم لبيتر وتايلر علشان يناموا. وبيعدي اول يوم على خير، وبيجي تاني يوم وبيصحيهم وولف كلهم الساعه 6 الصبح، مع انه يوم اجازتهم، بس سيف بيرفض انه يقوم، فبيقلب وولف بالمرتبة علشان يقوم، وبجمعهم بالعافية على الترابيزة عشان يفطروا، لكنهم بيكونوا نايمين على نفسهم. وبقول لهم من النهارده في نظام جديد للبيت هيمشي عليه علشان يعدي المدة دي على خير، وبيلبسهم بالعافية أجهزة تتبع في ايدهم علشان يعرف أماكنهم دايما. بقول لهم في زرار أحمر في الجهاز للطوارئ بس، وبيدور على سيف ما بيلاقوش، فبيطلع على أوضته وبيفضل يخبط عليه فما بيفتحش. ساعتها وولف بيكسر الباب علشان يدخل عليه الأوضة، فبيطلع سيف من الحمام وهو متعصب بسبب إنه كسر عليه باب الأوضة، وبيمسك وولف في إيده وبيحط فيها جهاز التتبع، وبيكون متضايق من وولف، فبيتفق هو وزوي إن هم لازم يطفشوهم من البيت، وبيدلوه زيت على السلالم علشان وولف يقع من عليه ويتكسر، وبعد كده يروح المستشفى، وبكده يكونوا اتخلصوا منه. ولكن قبل ما وولف ينزل من على السلم بتناديله هيلجا،
وبتقول له انه يروح يجيب حاجه من اوضه الاطفال، وبتتزحلق هي من على سلالم البيت. نروح عند جولي، بتكون وصلت سويسرا وبيجي لها موظف البنك وبقول لها ان هم يقدروا يستلموا الصندوق الخاص ببلامر، ولكنها لازم تقول لهم كلمه السر اللي هي اصلا مش عارفاها، وده بسبب ان هم هيتاخروا في رجوعهم لحد ما يخمنوا كلمه السر بتاعت بلامر. وبتكون هيلجا ساعتها انها قررت تستقيل من الوظيفه وانها عايزه تسيب البيت وتمشي، وبيحاول وولف انه يمنعها لانها لو مشيت محدش هيقدر يهتم بتايلر، لحد ما بتعضه وبتسيبه وبتجري على التاكسي. بيرجع البيت وبجمعهم كلهم وبقول لهم ان هم لازم يتعاونوا لان هيلجا مشيت وسابتهم لوحدهم. وولف بيقول لهم انه في خبر ليكم ان مامتهم هتتاخر في سفريتها وان هو مضطر انه يقعد معاهم اكتر، فكلهم بيقولوا له انهم عندهم مدرسه ثاني يوم، ده غير ان زوي عندها دروس تعليم للسواقه لازم تنجح فيها، وسيف عنده تدريب مصارعه في المدرسه. فبقول لهم دلوقتي كله هيتحل، والاهم دلوقتي مين اللي هيهتم بتايلر، وكلهم بيسيبوه لوحده معاه وبيعاني لانه اول مره يغير حفاضات طفل. وبيجي تاني يوم وبكونوا هيتاخروا على المدرسه، فبيجهز وولف كل حاجه، وبدل ما كان بيشيل اجهزه واسلحه ومسدسات بقى بيشيل حفاضات واكل اطفال، وبيسوق بسرعه على المدرسه علشان ما يتاخروش على اول حصه. وبيروح بيهم على مديره المدرسه، لكنه بيلاقي الاستاذ دوين نائب المديره وهو مدرب الملاكمه، وده شخص بيكون كره الاطفال جدا بسبب ان سيف فاشل جدا في تدريب الملاكمه بتاعه، وزوي فوتت 22 حصه تعليم سواقه من اصل 23، وبقول عليهم ان هم اطفال مهملين وفشله. وبيكمل تريقه على وولف وبقول له انت جليس اطفال بعضلات، وبيحاول انه يفرض نفسه عليهم لحد ما بتيجي مديره المدرسه وبتأمر دوين انه هيروح يكمل حصصه وانها هي هتتابع مع الاطفال، وبتكمل كلامها مع وولف وبتحترمه لما بتعرف انه هو ملازم في البحريه، وبتقول له انها قضت 4 سنين في قاده البحريه، وبيطلب منها انه هو يراقب الاطفال عشان يطمن عليهم. فبتوافق وبيلاقي ان سيف بيتعرض للتنمر من اصحابه، فبيحاول انه يدافع عنه، لكن سيف بيتضايق لما اصحابه بيقولوا عليه انه هو جايب جليس الاطفال عشان يحميه لانه مش عارف يحمي نفسه. واثناء الاستراحه بيلاقي وولف ان جهاز التتبع بتاع زوي بيتحرك بعيد عن المدرسه، فبيفضل يجري وراه لحد ما بيقف في مكان فاضي، فبيفهم انها تحت الارض لحد ما بيلاقي ان الطوق نفسه مرمي في المجاري وملزوق فيه رساله استهزاء بيه وانها عملت فيه مقلب. فبيرجع فورا على البيت، فبيلاقي ان كلير هي اللي وصلت الاطفال، فبتقول له لو عايز اي خدمه يبقى يتصل بيها، ولكن بس بعد ما يستحمى، وبيبان انها معجبه بيه. وبعد ما بياخد دش بيلاقي ان لولو عامله اجتماع فرقه الكشافه عندها، وبتطلب من وولف انه يساعدهم لان والدتها هي اللي كانت بتساعدهم في بيع البسكوت علشان يروحوا لاجتماع الكشافه السنوي. فبياخدهم قدام محل عشان يعرضوا البسكوت بتاعهم على ما يجيب حاجات البيت من المحل، ولكن بيظهر فريق تاني لاولاد من الكشافه وبيكونوا هم المسؤولين عن المنطقه اللي البنات فيها، فبيتضايقوا منهم وبيرموا البسكوت على الارض، فكل البنات بيستخبوا وهم بيعيطوا بسبب اللي حصل لهم، وبيخليهم وولف ان هم يركبوا العربيه وبيروح يغديهم في مكان. وبعد ما بيخلصوا بيتحركوا على البيت، وبيكتشف انه نسي بيتر في المطعم وبيرجع ياخده تاني، فده اللي بيأخره. فبيرجع بيلاقي سكوت حبيب زوي عمل حفله في بيتها وعزم كل المدرسه بتاعتها، وبيدخل وولف البيت وبيأمر كل الموجودين ان الحفله تنتهي وينظفوا البيت قبل ما يسيبوه، لكن محدش بيهتم بكلامه، فبيضطر انه يمسكوا سكوت وبهدله علشان ما يقربش من زوي تاني. ساعتها كل اللي حواليه لما بيشوفوا اللي حصل بينفذوا كلامه وبينظفوا البيت، وبيلاقي اسطوانه مكتوب عليها الشبح، فبيفتكروا انه هو ده البرنامج وبيحطه في جيبه. وساعتها بيكونوا في 2 مقنعين مراقبين البيت، واول ما كل اللي فيه بيمشوا بيهجموا على وولف علشان يضربوه وياخدوا الاسطوانه، لكن وولف بيقدر انه يتصدى ليهم وبيضربهم لحد ما بيضطروا ان هم يهربوا من البيت قبل ما يقبض عليهم ويكشف وشهم. وبيلم الاولاد حواليه وبيشغل الاسطوانه قدامه، لكن بيكون في فيلم اجنبي على الاسطوانه اسمه الشبح، فبيبلغهم وولف ان هم مستهدفين ولازم يتعاونوا سوا علشان الموضوع يعدي على خير، وبيتفقوا كلهم ان هم يبقوا متفاهمين اكتر. وبيجي تاني يوم وبتكون زوي عندها اختبار سواقه وبتفشل لدرجه انها بتعمل حادثه بالعربيه، وبيتم استدعاء وولف عند كلير لانهم لقوا ان سيف عنده علامه هتلر في الشنطه بتاعته وصبغ شعره اصفر، وبتكون كلير قلقانه عليه جدا، وبيحاول وولف انه يتقرب منه علشان يعرف ايه سبب تصرفاته، بس سيف بيرفض انه يتكلم وبيطلع يقعد لوحده في الاوضه وبيهرب من الشباك. فبيطارده وولف عشان يعرف هو بيروح فين، فبيكتشف انه هو مشارك في مسرحيه غنائيه من غير ما يقول لحد، وموضوعها عن الحقبه الالمانيه الخاصه بهتلر، وده سبب ان هو صبغ شعره وعامل علامه هتلر اللي معاه. وبيكون سيف مستمتع باللي بيعمله جدا لحد ما بيقع غصب عنه، وبيقوم المخرج انه يتخانق معاهم لان العرض بعد اسبوع وهم لسه مش جاهزين،
فبيستقيل المخرج من المسرحية، فبيطلع وولف وبيتكلم مع سيف وبيعرف منه إنه هو حابب إنه هو يكمل المسرحية، وبقرر إنه هو اللي يخرج لهم المسرحية، وبقول لهم إنه هو هيكون مخرجهم الجديد وإنه هم هينجحوا في تقديم المسرحية في وقتها. وبيرجع هو وسيف للبيت، وبيكون بيتر رافض إنه هو ينام إلا لما حد يعمل له الاستعراض اللي كان والده بيعمله له، وبيتعلمها وولف وبيرقصها لبيتر عشان ينام. وبيجي تاني يوم وبيطلب وولف من زوي إن هي اللي توصلهم للمدرسة بالعربية، ولازم تثق في نفسها أكتر. وبيوصلوا بالسلامة المدرسة الحمد لله. وبيفضل وولف في المدرسة لحد ما بيلاقي إن الأستاذ دوين بيتخانق مع سيف وبيقول عليه إن هو فاشل، فساعتها سيف بيقول له إن هو منسحب من درس المصارعة لأنه هو بيحب التمثيل. فالأستاذ بيفضل إن هو يستهزئ بيه، فبقوم لولف وبيقول له إن هو عرض عليه إن هم يتصارعوا قبل كده سوا وهو موافق على عرضه، وبحددوا المكان في قاعة المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبكون الطلبة كلهم موجودين في القاعة علشان يتفرجوا على دوين وهو بيتضرب، وبيقدر وولف إن هو يضربه بكل سهولة قدام الطلبة، وبيحتفلوا بيه وبانتصاره علشان هيترحموا من غرور دوين. وبيعلم وولف بنات الكشافة إزاي يحموا ويدافعوا عن نفسهم قدام أي حد يتنمر عليهم، وبيحاولوا إنه يعلم زوي السواقة. وبيدرب فريق سيف على المسرحية بتاعتهم، وبينجح وولف إن هو ينشر النظام في حياة عيلة بلامر، وبيتعلم الرقص علشان ينام بيتر بسرعة. وبيجي تاني يوم كشافة لولو، وبيلاقي الأولاد اللي كانوا بيضايقوهم جايين لهم تاني، وبيكونوا متجهزين ليهم وبيضربوهم علشان يحرموا إن هم يضايقوهم تاني، وبيكونوا فخورين باللي عملوه فيهم. وبتكون جولي في الوقت ده بتحاول انها تفتكر كلمة السر بتاع خزنة البنك، واخيرا بتخمن كلمة السر الصح، وبيلاقي انه الصندوق فيه مفتاح شكله غريب، وبتتصل بولف وبتبلغه ان هم راجعين خلاص. وبيفرح الاطفال كلهم ان والدتهم هترجع لهم اخيرا، لكن وولف بيزعل لانه بدأ يتعلم بالاطفال ومش عايز يسيبهم. فبيروح الجراج لوحده علشان يصلح باب سيف اللي هو كسره، وبيلاقي البطة رجلها محشورة في فراغ حديدي، وبيكتشف انه في باب بيوصل لبدروم تحت المخزن، وهو بيكون محتاج مفتاح معين، وبيبلغ بيل باللي هو وصل له. وبيكون في حد مراقب وولف وهو بيتكلم في التليفون. وساعات ما جولي بترجع البيت بتلاقي البيت نظيف ومنظم عكس اللي كانت متوقعاه، وبروح بيل وولف للجراج علشان يوريهم باب البدروم، وبيكتشف وولف انه تشون جارهم ومراته هم المقنعين اللي حاولوا اقتحام البيت قبل كده، وان هم بيسعوا ورا الشبح كمان، وبيهددوهم بالسلاح علشان ياخدوا منهم المفتاح. بس وولف بيقدر يضربهم بسهولة كالعادة، وقبل ما يقبض عليهم بيضربوا بيل وبيغمى عليه لأن بيل بيكون هو الخاين اللي عايز يستحوذ على الشبح، وبيطلع يكتف الأطفال وبياخد جولي علشان ينزل بيها البدروم، وبيحاولوا إن هم يروحوا للخزنة لكن بتطلع الخزنة مفخخة بالأسلحة، وساعتها بينجحوا الأطفال إن هم يفكوا نفسهم وبيضربوا تشون اللي بيراقبهم، وبينزلوا يفوقوا وولف علشان يساعدهم في تحرير جولي، وبيطلب منهم إن هم يروحوا يبلغوا الشرطة وهو هيروح لجولي. وبتسوق زوي العربية وبطردهم تشون، وبتعدي قدام المدرسة بتاعتها وبتشوفها كلير قدامها، وبتنجح زوي إن تخلي تشون يعمل حادثة، وبتخلي الشرطة تطاردها لحد بيتها. وبيكون وولف نزل البدروم وبحاول إنه يعدي من أفخاخ الخزنة، وبيكتشف إن طريقة تعدية الفخ هي ينفذ رقصة الأغنية اللي كان بيتر بينام عليها، وبينجح في إنه يوصل لحد الخزنة ويبطل نظام الدفاع. وأول ما بيل بيقرب منه بيقدر إنه يضربه، ولكن بيل بيقوم تاني، ولما وولف بيقول آخر مقطع في الأغنية بيتفتح باب الخزنة وبيخبط الباب في راس بيل وبيخليه يغمى عليه، وبيلاقي أخيرا إن برنامج الشبح موجود في الخزنة وبيطلعوا بيه، وبتكون زوي رجعت البيت تاني ومعها عربيات الشرطة. بس تشون بيظهر تاني قدامهم وبهددهم كلهم علشان ياخد برنامج الشبح منهم، ولكن البطة بتيجي جنبه وبتعضه وبتهجم عليه كلير وبتساعدهم في القبض على العصابة. وبيكون وولف نجح في مهمته، وبيكون فاضل له مهمة واحدة أخيرة واللي هي يوم عرض المسرحية بتاعت سيف، واللي بينجح جدا في إخراجها واللي بيبدع سيف فيها. وبتعرض كلير إنه هو يفضل معاها خصوصا إنها معجبة بيه، وبقول لها إنه هيفكر في الموضوع ده لأنه هو كمان معجب بيها. وبتنتهي المسرحية وبتنجح بسبب إخراج وولف زي ما كل المهمة نجحت بسببه. ولينا بيخلص ملخص اليوم. سلام.